بعد كده الموضوع الأول في الفلسفة الأولى ثانوي الترم التاني. أنا عارف إن أنت خدت الموضوع ده، عارف إن أنت خدت الموضوع ده وذاكرته كمان، وأنا بديت متأخر عشان أنا كنت في الجيش. تعال مع بعض كده نذاكر الموضوع الأول أو نراجعه مع بعض. نراجع كده مراجعة بسيطة، وأي حد مش فاهم حاجة لسه ممكن يفهمها مني يعني إن شاء الله. ونبص بص على الموضوع الأول ونذاكر مع بعض. أنا قلت لك أنا بعمل إيه، دي مراجعة، انت خدت الدرس بس تعال راجع مع بعض. الموضوع الاول في الفلسفة اسمه الفلسفة والاخلاق البيئية. على فكرة انا اول مرة اشوف المنهج واول مرة ادرس فلسفة، بس احنا بنراجع مع بعض، اعتبرني بذاكر لك، اخوك الكبير وبيذاكر لك. تمام. الفلسفة والاخلاق البيئية ده الموضوع الاول. تمام. ايه هي الفلسفة والاخلاق البيئية دي؟ انا عايزك في كل موضوع تشوف العنوان كده وتسأل كل الاسئلة. اسأل اي سؤال، اهم حاجة تبص على العنوان عشان تفهم منه الموضوع هيتكلم عن ايه. الفلسفة والاخلاق البيئية. تمام. في حاجة الاول اسمها الفلسفة التطبيقية. ايه هي الفلسفة التطبيقية دي قبل ما ندخل في موضوع الاول يعني؟ في حاجة اسمها الفلسفة التطبيقية. طيب كلمة الفلسفة وعارفينها، طيب ايه هي التطبيقية دي؟ ما لازم تفهم كل كلمة. التطبيقية يعني العملية. التطبيق جاي من العمل، خليك عارف كده، التطبيقية يعني العملية. ففي حاجة هنا، ايه علاقة الفلسفة بالتطبيق او بالعمل؟ احنا عارفين ان الفلسفة نظر، ان الفلسفة نظرية، ايه علاقتها بالعملية؟ تعال نشوف. في فرع جديد ظهر في الفلسفة اسمه الفلسفة التطبيقية. في حاجة ظهرت اسمها ايه؟ الفلسفة التطبيقية يعني الفلسفة العملية. طيب ظهرت امتى الفلسفة دي؟ الفلسفة دي بيقول لك ايه، ظهرت في بداية النصف الثاني من القرن العشرين. الفلسفة التطبيقية دي ظهرت متى؟ في النصف الثاني من القرن العشرين. طيب ايه هو القرن العشرين ده امتى يعني بالتحديد؟ القرن العشرين هو اللي هو ما بين 1900 لحد 2000. من 1900 لحد 2000 ده القرن العشرين. القرن يعني 100 سنة، من 1900 لحد 2000، من 1900 لحد كام؟ 2000، ده القرن العشرين. طيب هي ظهرت متى؟ في النص الثاني، يعني بعد 1950 بالظبط ظهرت حاجة اسمها الفلسفة التطبيقية. شفت العنوان بيفرق ازاي؟ تمام. في النصف الثاني من القرن العشرين اللي هو بعد 1950 ظهرت حاجة اسمها الفلسفة التطبيقية. تمام. طب احنا عارفين حاجة زي ما قلت لك، ايه علاقة الفلسفة بالتطبيق؟ فهنا ظهرت مشكلة. قال ان الفلسفة التطبيقية دي مش فلسفة اصلا، ليست فلسفة في الاساس. كتير قال كده يعني، قال ان الفلسفة التطبيقية ليست فلسفة في الاساس. تمام. فبيقول لك ايه بقى، ايه الفلسفة التطبيقية دي فيها فرع مهم جدا، فرع مهم وده اللي هندرسه، ايه هو؟ الفلسفة البيئية. ده موضوع الدرس. يبقى انت عرفت دلوقتي ان الفلسفة البيئية دي اصلا هي فرع من ايه؟ فرع من حاجة اسمها الفلسفة التطبيقية. طيب ايه هي الفلسفة التطبيقية دي؟ دي فلسفة ظهرت بعد 1950. فلسفة جديد، نوع جديد ظهر من الفلسفة. النوع ده ظهرت منه فروع كتير، اهم فرع اللي هندرسه هو الفلسفة او فلسفة البيئة. كده ندخل على الموضوع الاول واحنا فاهمين الدنيا ماشية ازاي. انا اول مرة اشوف المنهج معاك وفتح الكتاب قدامي على فكرة. الفلسفة او فلسفة البيئة ده الموضوع الاول. يعني ايه فلسفة البيئة؟ زي ما عرفنا ان فلسفة البيئة احد اهم فروع الفلسفة التطبيقية. فلسفة البيئة دي فرع من اهم فروع الفلسفة التطبيقية. اتفقنا ان فلسفة البيئة ايه؟ من فروع الفلسفة التطبيقية وكمان اهم فرع فيها. طيب بتهتم بيه؟ انا عايزك تفكر، انا عارف انت خدته، بتهتم بيه. فلسفة البيئة اكيد هتهتم بالبيئة، يعني ما مش محتاجة تفكير، فلسفة البيئة يعني هتهتم بالبيئة وكمان والمشكلات اللي بتحصل فيها. المشكلات دي بتهدد الكائنات الحية وكمان بتهدد الانسان. ازاي؟ وده هنعرفه دلوقتي. يعني فلسفة البيئة بتهتم بمشكلات البيئة، بتهتم بالبيئة ومشكلاتها. مشكلاتها اللي هي المشكلات دي بتهدد
الكائنات الحية، وأهم حاجة بتهدد كمان الإنسان. تمام. طيب، ازاي البيئة بتهدد الإنسان؟ أنا جاي أقول لك في الحتة دي. لما بدأ القرن العشرين لما بدأ القرن العشرين بدأ تكنولوجيا وتطور تكنولوجي كبير، في حاجات كتيرة تم اختراعها. فالحاجات الكتيرة دي بتهدد أصلا البيئة. يعني شوف هنا بيقول لك إيه: وزاد الاهتمام بها مع القرن العشرين نتيجة النمو التكنولوجي. زاد الاهتمام بفلسفة البيئة مع القرن العشرين. ليه؟ نتيجة التطور التكنولوجي. لما جه التطور التكنولوجي حصلت تغيرات كتيرة في البيئة. التطور التكنولوجي حصل تغيير كبير في البيئة، والتغيير ده عمل مشكلات كتير، فخلى الفلاسفة يفكروا: طب ايه اللي حصل التغيير في البيئة ده؟ ما لازم تسأل نفسك. هقول لك ازاي. لما حصل تطور كبير في التكنولوجيا، زي اختراع القنابل الذرية، الصواريخ، الأسلحة النووية، وغيره كتير، والمصانع اللي بتطلع دخان ودنيا ومبوظة الدنيا، وكل ده، ما كل ده بيأثر في البيئة. انك تضرب قنبلة او صاروخ او فاعل نووي في مكان، ما انت هنا بتأثر على البيئة. انت عايز هنا تسيطر على البيئة وبتأثر عليها، فكل ده اصلا بيأثر على الانسان. فهنا الفلاسفة جالوا العقل: احنا لازم نحل المشكلات دي، لازم نحلها. طب نحلها ازاي؟ الفلاسفة هنا فكروا في حاجة، ايه هي؟ ان انا لازم اعمل توازن ما بين الانسان والبيئة. ازاي؟ الانسان نفسه ان هو يسيطر على البيئة. الانسان عايز يعمل ان هو يسيطر على البيئة، وفي نفس الوقت انا عايز هنا احافظ على البيئة. فانا ايه؟ بعمل توازن. اهم حاجة، اول حاجة فكروا فيها الفلاسفة او الفلاسفة بتدعي ليها، ان انا لازم اعمل توازن بين الانسان اللي هو بيحاول يسيطر على البيئة، وما بين ان انا احافظ على البيئة نفسها من طمع الانسان ان هو يسيطر عليها. وايه كمان؟ الفلاسفة كمان عايزين ان احنا، او بيطلبوا مننا او يدعونا الى احترام البيئة. ازاي؟ ان انا احترم البيئة، مش ان انا اضرب. ان انا احترم البيئة يعني ما اضربش قنابل نووية، صواريخ وكده. ليه؟ لان ده بيهدد البيئة، وفي نفس الوقت بيهدد الكائنات الحية اللي موجودة. ان انا اروح اضرب قنبلة نووية في غابة، فانا هنا بهدد الكائنات الحية. تمام. ضرورة احترام الطبيعة واحترام حقوق الكائنات الحية الأخرى. احنا مش عاملين حساب الكائنات الحية الأخرى خالص، حتى لو كانت مجرد إن هي جماد لازم احترمها برضه، ونباتات وحيوانات وغيره. في حاجة كمان، إن أنا أحترم حقوق الأجيال القادمة في البيئة أو في الموارد الطبيعية. أنا دلوقتي بدمر الموارد الطبيعية، طب الأجيال القادمة إيه؟ ما لهمش حق إن هم يتمتعوا بالموارد الطبيعية؟ فهنقولهم بسرعة دول. آه، يدعون الفلاسفة لإقامة التوازن بين الإنسان المتزايدة في السيطرة على البيئة وضرورة الحفاظ عليها. ضرورة احترام الطبيعة وحقوق الكائنات الحية سواء نبات أو حيوان أو جماد. احترام حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية. احنا عرفنا الدنيا وفلسفة البيئة عايزة مننا ايه. طيب يعني ايه كلمة بيئة؟ بيئة نفسها يعني ايه؟ بيئة لها معنيين. البيئة لها معنى، أي حاجة في الدنيا بيكون لها معنيين: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي اللي هو المعنى في اللغة، والمعنى الاصطلاحي اللي هو المعنى الشائع يعني. تمام. المعنى البيئة في اللغة، أو المعنى اللغوي للبيئة من باء، من كلمة باء، بيئة، ومعناها المنزل اللي بيتخذه الإنسان مكان ليه. يعني البيئة من باء اللي هو المنزل اللي الإنسان بياخده إيه؟ مكان ليه. طب في الاصطلاح، اللي هو الاصطلاح يعني في الشائع، البيئة دي، مفهوم البيئة لا يتوقف على الطبيعة المادية. مفهوم البيئة لا يتوقف على الطبيعة المادية، اللي هو دي مثلا مادة، أو البيت اللي أنت قاعد فيه دي المادة هو الشيء الملموس. وكمان أو البيولوجية أو الجغرافية. يعني مفهوم البيئة لا يتوقف على الطبيعة المادية،
أو البيولوجية أو الجغرافية. الجغرافية اللي هو المكان، بل يشمل التفاعل الحضاري بين الإنسان وبين شتى ألوان الثقافة. فهمت الدنيا؟ يعني البيئة لا تتوقف على الطبيعة المادية، البيت اللي انت عايش فيه، ولا البيولوجية ولا الجغرافية، المكان اللي انت قاعد فيه، لا، بل كمان يشمل ايه؟ التفاعل الحضاري او الحضاري بين الانسان وبين شتى الوان الثقافة التي تعد البيئة جزء لا يتجزأ من بينها بنيتها. تمام؟ فهمت التعريف ده؟ البيئة مش بس المكان اللي انت قاعد فيه، لا، البيئة كمان تفاعلك مع الحضارات التانية والثقافات التانية. ده عرفنا فلسفة البيئة والبيئة. طب البيئة دي مرت بمراحل. البيئة مرت بمراحل. المراحل دي عاملة كده زي ايه؟ لما تتعرف على حد جديد في حياتك، في مراحل هنا في التعارف، في مراحل للتعارف اللي هو ايه؟ اول مرة مثلا لقيت حد كويس بتحاول انك تجرب منه، بعد كده جربت منه ابتديت تتعرف عليه، دي المرحلة التانية. المرحلة التالتة بقيتوا صحاب، المرحلة الرابعة بقيتوا صحاب جدا، المرحلة الخامسة بقيتوا كده، بقيتوا بيست، يعني ما بتتفرجوش عن بعض خالص. دي المراحل برضو بتاع البيئة. أول مرحلة اللي هي أو مراحل علاقة الإنسان بالبيئة. تمام؟ في أول مرحلة اللي هي مرحلة التقديس والتألية. أول ما الإنسان، دي أول مرحلة، يعني مرحلة أصلا بداية الخلق، اللي هو بداية يعني المجتمع أو بداية الإنسان عامة. الإنسان في الأول كان مندهش في مندهش من البيئة. البيئة قوية جدا ومش عارف يسيطر عليها. زي ما بقول لك ايه، أول مرحلة التقديس والتألية. أول مرحلة من مراحل علاقة الإنسان بالبيئة مرحلة التقديس والتألية. دي تتمثل في بداية حياة الإنسان. في بداية حياة الإنسان اللي هو الإنسان البدائي على سطح الأرض، كان بيعيش في بيئة موحشة. إنسان في البداية كان بيعيش في بيئة متوحشة، كائنات حية متوحشة ومفترسة. فالإنسان هنا خاف، مما أدى إليه رهبته وخضوعه للطبيعة. الإنسان ابتدى هنا يخاف، مما دفعه إلى أن يجعل من ظواهرها آلهة يتقرب إليها للحصول على خيراتها. إنسان في البداية، مرحلة بداية الإنسان أو في مراحل بداية الإنسان، كان خاف من البيئة جدا، كان شايف إن البيئة دي متوحشة. فالإنسان ابتدى يخضع ليها. لا، ده أنا أعمل إيه؟ هبتدي بقى جاي أتخذها كإله ليا عشان ترضى عني بالمعنى، وأتقرب ليها عشان أقدر أخد خيراتها واستفاد بيها. في ناس كانت بتعبد الأجرام السماوية، واللي كان بيعبد الأنهار والأشجار والكلام ده. تمام؟ وفي اللي كان بيعبد الكواكب. انت عارفين الكلام ده، ان الإنسان في البداية كان بيعبد قوى الطبيعة عشان يستفاد من البيئة. في بقى المرحلة التانية، احنا كده عدينا أول مرحلة إن أنا أعبد مثلا قوى الطبيعة، الشمس، القمر كده. طيب في مرحلة بقى تانية، التفسير والتوظيف، اللي هو ايه؟ بديت مع بداية الحضارة اليونانية وظهور الفلسفات الطبيعية. خلينا نشرح كلمة التفسير والتوظيف. اللي هو ايه؟ أنا بديت عايش في البيئة، لا، أنا عايز أفسرها، عايز أفهمها. دي بدأت متى؟ اللي هي مرحلة التفصيل والتوظيف مع بداية الحضارة اليونانية. واحنا عارفين ان الحضارة اليونانية هي، يعني زي ما بعض الكتب بتقول، هي اللي بدأ فيها الفلسفة. تمام؟ على فكرة في كمان بيقول بدأ في مصر والشرق القديم، بس ما علينا من الموضوع ده، مش موضوعنا دلوقتي. مرحلة التفسير والتوظيف بدأت مع الحضارة اليونانية، اللي هي اليونان يعني. المرحلة دي بدأت مع الحضارة اليونانية، أول ما بدأت الفلسفة الطبيعية. وبعد كده فلسفة العصر الوسيط، حيث حاول فلسفة تفسير العالم الطبيعي. في هذه المرحلة نظر الإنسان لنفسه على أنه الكائن المستخلف على هذه الأرض، وأن الطبيعة بكل ما فيها هيئت لخدمة الإنسان وليس. فهمنا الحتة دي. هبدأ بقى أشرحها لك كده الدنيا تمشي. المرحلة التانية التفسير والتوظيف. ظهرت في اليونان حاجة اسمها فلسفة. فلسفة اللي هو الإنسان ابتدى يفكر، لا، البيئة دي، ابتدى يفكر في البيئة.
ويفسرها. فجت مراحل في الفلسفة في العصر اليوناني أو الحضارة اليونانية، بعد كده العصر الوسيط. مع موضوع تفسير الطبيعة ده قلت لا، أنا ما أخافش من الطبيعة. أنا الطبيعة دي أصلا هيئت أو هيئها الله أو هيئها ربنا عشان أنا أستفيد بيها، مش عشان إن أنا أعبدها وكده. لا، الطبيعة دي اتخلقت عشاني. ليه الإنسان بقى بدأت الفلسفة والتفكير بقى لا، انا هنا انسان بفكر، لا البيئه دي اتخلقت عشاني عشان استفيد بيها، او الطبيعه دي هبه من عند ربنا عشان استفاد بالموارد اللي فيها. دي مرحله التفسير والتوظيف. بعد كده المرحله الثالثه الاستغلال والسيطره. يعني انا اول مرحله كنت خايف منها بشكل عام، تاني مرحله بديت افكر فيها وقلت ان هي هتفيدني، تالت مرحله لا، انا هسيطر عليها، اللي هي تالت مرحله الاستغلال والسيطره. والمرحلة دي بدأت مع ظهور العالم الحديث وما حققه الإنسان من تقدم علمي وتجريبي. فتحقق للإنسان الهيمنة والتحكم في ظواهر الطبيعة واستغلال مواردها، وكان الإنسان هو الكائن الأعلى والأقدر على السيطرة والتحكم في الطبيعة بغرض تحقيق رفاهيته. المرحلة الثالثة دي هنا بمعنى يقول لك إيه؟ ظهرت مع العالم الحديث، مع ظهور العالم الحديث اللي هو الاختراعات بقى والتجارب وكده. فالإنسان هنا اخترع حاجات كتير، قال لا، أنا لازم أسيطر على البيئة ولازم أستغل مواردها. فأنا تكنولوجيا وبتاع وحوارات، فأنا عايز أنا أسيطر على البيئة واستغلها، أسيطر على البيئة واستغلها. دي المرحلة الثالثة مع ظهور العصر الحديث. بعد كده المرحلة الرابعة القهر والاستبداد. القهر والاستبداد، والمرحلة دي بدأت هذه المرحلة مع التقدم العلمي. المرحلة دي بدأت لما حصل تقدم علمي كبير أدى إلى قهر الطبيعة وإحداث تحولات حادة في ظواهرها وكائناتها، بل وفي الإنسان نفسه. والتحولات تشمل طبيعة الكائنات الحية وأعمارها وأشكالها، وقد صاحب ذلك ظهور مشكلات مثل التصحر، الجفاف، وظهور الأمراض الفتاكة وغير ذلك مما يمثل الاعتداء على مقدورات الطبيعة. الكلام ده هفهمك بقى المرحلة دي كويس. حصل تقدم علمي كبير، تمام. التقدم العلمي ده كان كبير جدا. فأنا هنا بديت إن أنا عايز أغير الطبيعة، عايز أحولها، أغير في ظواهرها، وأغير كمان في الكائنات الحية، وأغير كمان في الإنسان نفسه. إزاي أغير يعني؟ أنا هنا مثلا ممكن إيه أعمل لك مثلا في بعض الخضروات أو الفاكهة ما ينفعش مثلا تطلع في الشتاء، لا أنا هطلعها في الشتاء. فأنا هنا عملت تغيير في الطبيعة. في مثلا نوع معين من الخضار مثلا ما بيطلعش في الصيف، انا هطلعه في الصيف. شفت دي بتحصل في حاجات كتيرة ما كانتش بتطلع في الصيف، بديت ان انا اعملها شوية حاجات واطلعها في الصيف. ما دي تحولات وتغيرات في البيئة. ده بالنسبة للبيئة. طب والكائن الحي، بديت اخد كائنات حية واعمل عليها تجارب، اعمل عليها تجارب كتير. وكمان حتى الانسان بعمل عليه تجارب. فانا هنا ايه ببوظ الدنيا، بحاول ان انا اعمل موضوع استبداد واغير البيئة. فانا هنا حرفيا بعتدي على البيئة والنظام في الكون، سواء في البيئة او في الانسان او في اي حاجة انا هنا عايز اغير منها. فلما عملت الحوارات دي كلها طبعا زي ما احنا شايفين ظهرت امراض كتير ومشاكل كتير بتحصل في البيئة وحاجات كتير بنشوفها غريبة. ما ده بسبب كده، بسبب الاختراعات وان انا عايز اغير حاجة فيها. رقم 5 الاحترام والصون. الاحترام ان انا وصلت المرحلة اللي هي المرحلة الرابعة اللي فاتت دي، وصلت المرحلة يعني قد تكون سيئة جدا. فأنا هنا لا، وناتج عنها أضرار كبيرة زي مثلا مرض كورونا. لا أنا هنا ابتدى خايف بقى وارجع كده واحترم البيئة. دي المرحلة الخامسة. فالعلماء ابتدوا ياخدوا حذرهم في موضوع البيئة. تمثل المرحلة التي نعيشها الآن وفيها حذر العلماء من زيادة العبث بمقدورات البيئة، ان انا ما اغيرش في البيئة كتير.
عشان يكون في توازن في البيئة. فزادت هنا الدعوة لضرورة الالتزام لحماية البيئة واحترامها واحترام حقوق الكائنات الحية، وهذا ما يتحقق من خلال، طب انا اعمل كده ازاي؟ ان انا احط تشريعات وقوانين ملزمة لحماية البيئة. مش اي حد يعمل اي حاجة، مش اي حد يفتح مصنع في اي مكان ويبوظ الدنيا. ان انا اهتمام باخلاقيات البحث العلمي، انت بتخترع حاجة لازم الحاجة دي تكون عارف هل هي مضرة ولا مش مضرة. فانا لازم اهتم باخلاقيات البحث العلمي لحماية حقوق الكائنات الاخرى. ان انا بخترع حاجة عشان انسان مثلا الحاجة دي ممكن تضر الكائنات الحية التانية، ما اخترعهاش. لازم هنا يكون في اخلاق، او ان انا احترم اخلاقيات البحث العلمي لحماية حقوق الكائنات الاخرى، وكمان حقوق الاجيال القادمة. تخصيص ميزانية ضخمة للحفاظ على التوازن البيئي، ان انا اخصص ميزانية ان انا عشان احافظ على البيئة. ان انا مثلا اعمل حديقة كويسة، آه، اعمل مشروع مثلا عشان الم النفايات كده، يعني حاجات بسيطة كده عشان نقدر احافظ على البيئة. فلازم يكون في ايه، تخصيص ميزانيات ضخمة للحفاظ على توازن البيئة. تمام. ده كان الموضوع الاول كده، جبناه بسرعة وببساطة كده وخلص. واي احنا رجعنا مراجعة بسيطة مع بعض، انا مش حابب ان انا اطول عليكم اكتر من كده، وان شاء الله الباقيين هنكملهم المرحلة الجاية يعني، وهنذاكرهم مع بعض يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.